يا ليلى، يا ليلى غير أي ليلة، يا ليلى رد على المستبد. إيه ده يا كهربا؟ افتتحها كهربا كالعادة. كهربا قال لهم تعالوا، مش أنا خلصت عقوبتي وابتدت عقوبتكم انتم بالنسبة للزمالك دلوقتي. مش عايز من كهربا فلوس، قال له مش عايز منك غرامة، بس اعتقني اعتقني وسيبني في حالي. ده النهارده حتى شريف اللي بقاله قرنين ما هدفش فاق على الزمالك. فاق على الزمالك ومش جول واحد، لا بجونين. مش كهربا طلع وهو طالع بيقول له بص يا ابني الفرقه ورا سايبه، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتجيب جول. والكهربا لمست، خد البركه من الشيخ كهربا. اما حمدي فتحي ده مولانا، رجله فيها بركه. التلات اهداف باصم عليهم في اول كوره لجول لكهربا. يعني بصوا مأسست بالراس، وان تو بالراس، وان تو كده بالدماغ، وكهربا يفنشها في الشبكه. وهات يا عواد، عواد بأرضه. خلاص فتحت علشان الاخ مرتضى يطلع يقول لك الشناوي بتاع بيراميدز كان ماله. لا شوف بقى عواد اللي عندك هو اللي ماله ايه اللي جراله. اما الكوره التانيه برضه يعني يعني حسين برضه الشحات ما ننساهوش، ومحمد هاني ما ننساهوش. من نجوم المباراة حتى خالد عبد الفتاح النهارده بيلعب ورا قلب دفاع، وهو مكانه اصلا باك يمين سادد. النهارده مروان، يعني الاخ مروان عطية اللي جاي جديد ده، يعني اللي فيه شبه من نسيبي. الله يصلح حالك يا ابني، برضه نازل بص سادد مكانه، بيديلك اطمئنان. النهارده الجول التاني برضه حمدي فتحي بيعديها لمين؟ لشريف الحريف المخيف اللي بياكل بلوبيف. ايه يا عم شريف؟ من اول لمسه يا حبيبي، من اول لمسه، وهات من الشبكه يا عواد. اما الجول التالت الله، يعني عبد الغني ده الله يكون في عونه. النهارده برضو حمدي فتحة عداها من بين رجليه. يجي لك مين؟ علول صاحب الزغلول، ويعملها برضو من اول لمسه وبالشمال المره دي. يعني خلاص شريف قال له فتحت على الرابع 50 جول مع لا 51. ده الجول الاولاني كان ال50، اما التاني 51. والنهارده بصراحه بنحيي الفرقتين على الروح الحلوه، على اللعب يعني نضيف. واخد بالك انت يا اخ اسامه حسن؟ طلع لي بعد الماتش اللي كان بيقول لك قبل كده لعبت الاهلي على الارض، طلع بعد الماتش حلقه اقرع وبقول لك الله ينور يا معلول. مش معلول ده اللي كنت بتقول عليه؟ ولا اتكسفت من اللي شفته النهارده؟ النهارده الحمد لله يعني ماتش مش ب3 بونت، لا ب6 بونت. ليه؟ عشان انت بتاخد 3 بونت وبتعطل الخصم التاني 3 بونت. يعني الله يكون في عون الزملكاويه، الله يكون في عون الزملكاويه. والله الواحد يعني مش عارف ايه اللي حصل عندهم. زي ما الجمهور قال النهارده ما تسمعونا حسكم، ايه اللي حصل عندكم؟ وكنتوا بتزعلوا لما كنا بنغنوا بحلم بيك انا بحلم بيك ويوم السبت مستنيك. اديك شفت يا سيدي. يعني بس شيكابالا اللي حذرته قبل الماتش برضه وهو بيسخن راح يستفز جمهور الاهلي. لما شال بالتلاتة وطالع راح لجمهور الزمالك بيقول لهم ردوا عليهم. طب ما ترد انت في الملعب يا شيكا، ما ردتش ليه انت يا بركه؟ ده وانت واقف على يعني بتغير عشان يعني عشان تنزل الماتش. جه الجول التاني حنكشت على قد ما حنكشت، مفيش. والاخ بقى مرتضى فين الصفقات وش القفص ده يعني؟ الله يكون في عون جماهير الزمالك. اما احنا رايقين النهارده، مش مكسب بس انك بتفوز على الزمالك، لا مكسب ان كهربا بيرد في الملعب، مكسب ان شريف بيرجع، مكسب انك يعني طاهر رجع النهارده وكان برضو رجليه في الملعب، ومروان عطية نزل وابتديت بقى مدافع. خلاص بقى عندك يعني يلعب في المكانين. وبرضو يقال ان في سموحة كان بيلعب برضو قلب دفاع. فالحمد لله على كرم ربنا، الحمد لله. تعالى بقى يا اخي سيف زاهر، مش كنت بتقول ان علولي مصاب امبارح؟ يعني ما شاء الله الله اكبر، بيلعب لا كان فيه شك ولا كان فيه اشتباه ولا كان فيه الهبد. انت ملك الهبد في مصر، فالحمد لله. النهارده برضو الاخ مدحت شلبي اثناء الماتش عمال يقول لك يعني ايه كهربا يا جماعه مش راس حربه، كهربا جناح وما ينفعش يكون في المكان ده. رد عليه في الملعب، وكل شويه في الملعب يتكلم ساعه ونص ويقول لك ملهوش لازمه اللي انا بقوله. امال بتقوله ليه؟ طالما اني ملهوش لازمه بتقوله ليه من البدايه؟ لكن هو حرق كلام، لكن وشك كان حلو يا سيدي. وايمن الكاشف برضو على القناه التانية، بس بصراحه جت في مدحت شلبي
بس الحمد لله الحمد لله كرم ربنا علينا كبير. فرقة غايبة من عندنا وبرغم كده بنكسب. الأهلي بمن حضر بنقولها، والأهلي النهاردة بيأكدها. لعيبة رجالة، لعيبة رجالة، استمروا بقى يا رجالة. وكده خلاص الزمالك الرابع، ها يعني حصر عليك يا اللي في بالي فاكرين الهتاف ده اهو بيتحقق النهارده. بس ايه بقى، لا طولت اول ولا تاني ولا تالت، سيادتك في الرابع. 8 نقط فرق، فنكمل ونشد حيلنا علشان نحسم الدوري بدري بدري. وان شاء الله يعني ان شاء الله كده يعني الدوري في الاهلي، الدوري في الجزيرة، وان شاء الله يعني الجاي يكون خير ويكون احسن. والله بقى كلنا فرحانين، كلنا مبسوطين. فلايك وشير واشتراك في القناة علشان دايما يوصل لكم كل جديد. وتحياتي لحضرتك.